قبل ما نبدأ قصنا اليوم، أرجوك لا تنسى تضغط زر الاشتراك وتفعل الجرس عشان ما يفوتك كل جديد وملهم بننزله. قصتنا مش بس عن شخص واحد، لكنها عن قوة الإرادة، عن الأمل اللي بيولد من قلب الظلام. لو أنت بتحلم بتغيير حياتك، هذه القصة ليك. في مدينة تكتظ بأصوات السيارات والناس، من أزقة ضيقة وأحياء مغبرة، كان يعيش سامي، شاب صغير لم تمهله الحياة فرصة طفولة حقيقية. ولد في بيت الطيني مهترئ في قلب فقر قاتل، بين جدران تئن من الوحدة والحزن. والده رحل في حادث مأساوي، تاركاً له أعباء أكبر من عمره، وأماً تضرب بيديها على صدرها لعلها تجد قوت يومها. كل صباح قبل أن تشرق الشمس يستيقظ سامي على صوت العصافير اللي لا يسمعها حقاً. ذهنه مليء بالهموم، كيف سيجد اليوم ما يسد رمق أمه؟ هل ستكفي الأموال التي سيجمعها من القمامة؟ يرتدي ثيابه البالية التي فقدت ألوانها منذ زمن بعيد، ويخرج إلى الشوارع الباردة. الهواء يلسع جلده كالخدش، لكنه لا يلتفت. يسير بخطى متعبة على رصيف مكسور يتعثر بين زجاج مكسور وأوراق متسخة، محاط برائحة القمامة المتعفنة وصراخ الباعة ونباح الكلاب الضالة. يحمل حقيبة ثقيلة على ظهره تعلوها رائحة الرطوبة والدموع التي لم يجفها بعد. يصل إلى كومة القمامة الكبيرة، يرمقها بنظرات ملؤها الحزن والصبر. بأصابعه المتعبة يبدأ بانتقاء القطع التي يمكن بيعها. يلمس الحديد الصدئ، البلاستيك الممزق، والورق المبتل. في داخله مزيج من الخجل والكرامة، الغضب والإصرار. يشعر أن كل قطعة يجمعها ليست مجرد خردة، بل أمل صغير يزرعه في قلبه. حول سامي يمر الناس بنظرات استهزاء، أطفال يلعبون بعيداً عنه، ووجوه لا تعرف الرحمة، لكنه لا يهتم. هناك صوت داخلي يصرخ له: استمر، لا تستسلم. هو يعلم أن ما يفعله ليس سهلاً، لكنه السبيل الوحيد للخلاص. وفي لحظة توقف بين العمل، يرى طفلاً صغيراً يلتقط لعبة مكسورة بين النفايات. يبتسم له سامي ابتسامة هادئة تحمل وعداً بأن لا يكون هذا الطفل مثل ما كان هو. إن الحياة يمكن أن تكون مختلفة. عندما تنتهي ساعات العمل، يجمع سامي ما جمعه من خردة ويذهب إلى السوق ليبيعها. صوت الصفقة الصغيرة هو نغمة انتصار في يوم بالصعاب. يرجع إلى منزله حيث تنتظره والدته، امرأة صابرة رغم ألمها، تبتسم له بقوة خفية تعطيه عزيمة جديدة. في الغرفة الصغيرة يجلس سامي وحيداً بعد العشاء. يفتح دفتر أحلامه القديم، يكتب كلمات تخرج من أعماق قلبه: سأغير حياتي، سأثبت أن الفقر ليس نهاية. الليل يزحف، لكنه لا ينام. الأفكار تتصارع في رأسه. يشاهد سقف غرفته المتداعي، تتسلل إليه الشكوك. هل سينجح حقاً؟ هل هو قوي بما يكفي؟ تتعالى الأصوات الداخلية، لكنه يردد كلمات والده المتوفى: لا تستسلم يا بني. في وحدته يكتب أحاسيسه على ورقة، يمزقها ويرميها بعيداً، كأنه يطرد الظلام من روحه. دموعه في الصمت تحكي قصة كفاح لا ينتهي. هو يعلم أن الألم ليس عدواً، بل معلماً، وأن كل سقوط هو خطوة نحو النهوض. مع مرور الأيام يبدأ سامي
يجمع رأس مال صغير، يشتري أدوات عمل أفضل، يبدأ مشروعاً بسيطاً في إعادة التدوير، يوطد علاقاته مع شباب الحي، يعلمهم كيف يحلمون، كيف يكافحون، يصبح صوت الأمل لمن لا صوت لهم. تمر السنوات ويواجه خسائر مؤلمة، لحظات ضعف، لكنه يقف دائما من جديد أقوى من قبل. يبتسم وهو يرى عيون والدته تلمع بالفخر، يعرف أن النجاح ليس فقط في المال، بل في القدرة على تغيير الحياة، في إعادة بناء الذات. اليوم سامي رجل أعمال ناجح، لكنه لم ينس أصوله. يفتح أبواب شركته للشباب المحتاجين، يزرع فيهم نفس الشرارة التي كانت بداخله، يثبت للعالم أن الإرادة قادرة على تغيير القدر، وأن الحلم لا يموت مهما قست الحياة. لو حسيت أن القصة دي أثرت فيك وخلتك تؤمن أن مهما كانت الظروف صعبة في ضوء في آخر النفق، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نكمل معاك الرحلة دي ونجيب لك قصص ملهمة وأفكار تغير حياتك. شارك الفيديو مع أي حد محتاج يسمع الكلام ده، وخليك دايما قوي، لأن أنت بطل قصتك.